اتشيربي هلالي من الشتوية، وتعال يا حبيبي اشرح لك ليش انزاجي طلبه وش بيكون وضع اللاعب. اولا قدوم اتشيربي بيكون على سبيل الاعاره، يعني ما راح نتوهق فيه 6 شهور وبيرجع. ثانيا اللاعب ما راح يكون عبء عليك لانه ما راح يتسجل بالدوري الا هالفتره لين يرجع كوليبالي، وبيفيدنا كثير تواجده محليا لانه بيلعب قدام النصر والقادسيه والاهلي برضو اذا السنغال وصلت ادوار متقدمه. واساسا ما نقدر نعتمد على اتشيربي بشكل مستمر لان اللاعب بدنيا منتهي. هالموسم لعب مع الانتر 12 مباراه من اصل 24. طيب ليش انزاجي طلبه؟ حسب قراءتي للمشهد لانه يشوفه مهر النخبه وراح يدخل الادوار الاقصائيه باسيا بهالتشكيله، وبنلعب على التحولات لان تشيربي من اميز مدافعين العالم بخطه الثلاث سناتر. ووجود تشيربي مهم عشان يكون عندك قائد دفاعي يخلي دفاعك متوازن، وترى هذه نقطه مهمه جدا لان كوليبالي اغلب او كل كروت الحمراء تكون بالقمم، فيحتاج لاعب خبره وقائد دفاعي جنبه يسنده. وعاده تشيربي غني عن التعريف، فما يحتاج اذكر انه ممتاز بقراءه مسار اللعب والالعاب الهوائيه ومعظم الثنائيات يكسبها. ولا تخافون تشيربي ما راح يأثر ولا له علاقة أساسا بصفقة المهاجم، لأنه أبو خالد الله يعزه وعدنا اليوم بالمهاجم.